تعرض الدولي سالم الدوسري نجم نادي الهلال لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه ضد الرائد ضمن الجولة 13 في دوري روشن السعودي لكرة القدم مساء اليوم السبت. وقدر سالم الدوسري على الانتقال عند الدقيقة 70 متأثرا بإصابته وتم نقله إلى خارج الملعب. وأثار سالم الدوسري مخاوف المتابعين بعد سقوط مرعب في أرض الملعب بسبب إصابة في الرأس. وهرول لاعبو الهلال نحو الدوسري لمحاولة إفاقته قبل استدعاء الجهاز الطبي ونقله خارج الملعب من أجل العلاج. واستبدل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال لاعبه سالم الدوسري بعد الإصابة. وأشرك اللاعب محمد القحطاني على حسابه. وكان الرائد قد تقدم بهدف سجله كريم البركاوي في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، بينما تعادل الهلال بهدف سجله الصربي سيرجي زافيتش في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول بالتعادل. ثم تقدم الرائد مجددا في الدقيقة 77 من عمر اللقاء بهدف اللاعب يحيى سنبل. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.